مع السعودية. صراع بقى على المكشوف، على الأرض، في البترول، حتى على السوشيال ميديا، في السحب، في السحابة دي الفضائية. الإمارات بتحارب. إذا لم تترك الإمارات مسرح إلا وحاربت فيه السعودية، وبتسحب أهم أوراق السعودية، أهم أوراقها ورقة النفط، وبتشعل المنطقة. السؤال بقى، لحد إمتى هتفضل الإمارات خنجر في ظهر الأمة العربية؟ وعايز أقول لك إنه قريبا هتتفك جامعة الدول العربية زي ما قال أحد الكتاب هنا، وهتبقى في اتحاد جديد أو تكتل جديد في إسرائيل، عشان تبقى لا مصر ولا السعودية ولا الجزائر ولا الكلام ده خالص. هتفضل الإمارات خنجر في ظهر الدول العربية. لحد امتى بقى هتفضل الدول العربية الكبرى زي السعودية وزي مصر واقفين يتفرجوا على خيانات حكام ولاد زايد بدون تدخل؟ والأهم بعد كل تاريخ الإجرام اللي عاملاه السعودية، ليه السيسي لسه واثق في الإماراتيين قوي؟ وليه مسلمهم لحد النهارده اقتصاد البلد؟ وعايز أقول لك على حاجة أخيرة، إذا عايز الحق خد موقف السعودية، ما تاخدش موقف الإمارات. السعودية نختلف نتفق معاها، في النهاية السعودية ما راحتش بعيد قوي، إنما الإمارات صهيونية قلبا وقالبا. فإذا أنت هتشجع الإمارات عشان تنهار السعودية، أنت مش تكسب حاجة، بل بالعكس أنت هتبقى في صف الصهاينة. أنا رغم اختلافي مع السعودية تماما، لكن أنا واقف مع السعودية، وستظل السعودية شاء من شاء وأبى من أبى هي الشقيقة الكبرى للخليج. وزي ما أنا وقفت مع مصر إن هي الشقيقة الكبرى للعرب، لأن دي الأقدار، ده التاريخ، ده الجغرافيا، غصب عن بوز أمك، ده الجغرافيا، ده تاريخ. إحنا مش هنقلب في تاريخ. إحنا ما خلقناش مصر على إيدينا، ما عملناش، ما خدناش بلكونة على البحر وبلكونة على البحر التاني بمزاجنا، هو ربنا خلقها كده، والتاريخ كان بيلعب معاها كده. نفس القصة في السعودية، تاريخ، هو ربنا خلقها بتاريخ كده. فأنت هتيجي بقى تقول لي أصل الشقيقة الكبرى انساها، أصل الشقيقة الكبرى، ده كلام فارغ. الهدف منه إسقاط هذه الدول، وده المخطط اللي عايزاه إسرائيل. نتمنى من أي حد عاقل في بلدنا إنه يفهم ده ويبحث عن إجابات الأسئلة دي قبل فوات الأوان.